أنا اسمي هند من القاهرة، عندي 24 سنة. اتخرجت من كلية تربية وبعدها اشتغلت 3 سنين في شركة. كنت بنت شكلي حلو وهادية، وكتير جدا كانوا بيتقدمولي وأنا في الكلية، بس بابا كان دايما يقول لهم بنكمل تعليم الأول. ما كنتش أتخيل يوم إن حياتي هتتقلب بالشكل ده. نزلت اشتغلت في شركة، وهناك اتعرفت على زميلي شهير. جه اتقدم لي وبابا وافق واتخطبنا، وبعد 6 شهور اتجوزنا. جوزي اسمه عمرو، عنده 27 سنة، على قد حاله شوية، وأخدنا شقة إيجار، ما كانش عنده تمليك. اتجوزنا وعشنا في شقة إيجار، ودلوقتي بقالنا 1.5 سنة متجوزين، ولسه ربنا ما رزقناش بأولاد. وفي يوم لقيت عمرو جوزي بيقولي إنه زهق من شغل الشركة ومن الشغل في مصر عموماً، وإنه خلاص عايز يسافر. قلت له هتسافر وتسيبني وإحنا لسه متجوزين؟ قال لي هعمل إيه؟ انتي شايفة البلد بقت عامل إزاي؟ أنا لازم أسافر. سألته طيب هتسافر إزاي وهتعمل إيه؟ قال لي إن أصحابه عرفوه على مكتب بيصفر الناس، بس لازم ندفع له فلوس. سألته كام؟ قال حوالي 150,000، وهسافر على إيطاليا وربنا يسهل. اتصدمت، 150,000 إيه؟ هنجيب منين؟ قال لي تبيعي دهبك ونكمل الباقي. طبعا رفضت، الدهب ده أبويا اللي جابهولي، وما كنتش موافقة إن أبيع حاجة غالية عليا بالشكل ده. وحصلت بينا خناقة كبيرة جدا، مش بس علشان الدهب، لكن علشان أنا أصلا مش عايزاه يسافر ويسيبني. هو فضل مصمم وبدأ يجمع فلوس من كل حد يعرفه، وفعلا جمع المبلغ، بس كان زعلان مني علشان مرضتش أبيع دهبي، وده عمل حاجز كبير بيني وبينه. بعد ما جمعوا الفلوس راح المكتب، وأنا عرفت إنه سافروا خلال شهر. كنت كل يوم أكلمه وأقول له طب أنا هعيش إزاي من غيرك؟ يقول لي ما تقلقيش، أول ما أوصل هبعتلك فلوس كل شهر. وبعد شهر فعلا سافر وسابني، ومن يوم ما وصل كل ما اتصل بيه ألاقي تليفونه مقفول. أيام بتعدي، أسبوع 2، مفيش أي خبر. كنت هموت من القلق. بعد شهر جالي رقم غريب، رديت لقيته هو. اطمني أنا بخير. سألته إيه اللي أخرك كده؟ قال المكتب طلع بيصفرنا بطريقة مش شرعية، رحنا ليبيا الأول. اتصدمت وخفت، بس قلت الحمد لله على سلامتك. وبعدين قال لي مش عايزك تنزلي الشغل تاني، وخروجك من البيت يبقى قليل. قلت له حاضر، وسبت شغلي وبقيت قاعدة بين 4 حيطان 24 ساعة. الوحدة كتمت على نفسي، بقيت أنزل أمشي في الشارع من كتر الزهق. ومع الوقت حبي لجوزي بدأ يقل، مشاعر الوحدة كانت بتزيد وهو بعيد ومش موجود في حياتي. عمرو بقى بيبعت لي فلوس كل شهر، لكن بصراحة الفلوس ما كانتش كل حاجة. كنت محتاجة وجود، كلمة، حضن، أي إحساس إني متجوزة. ولما كلمه بالليل يقول لي تعبان، هصحى بدري، مش قادر أتكلم. سألته طب بتشتغل إيه؟ قال لي بشتغل في المباني والتشطيبات، أي حاجة تجيب فلوس. وكنا نتكلم يوم واحد بس في الأسبوع، يوم الأجازة، والكلام نفسه كان قليل جدا. وفي يوم سألته ناوي ترجع إمتى؟ قال الجملة اللي قصمت ظهري، مش أقل من 5 سنين ولسه مش بإيدي. وقتها دخلت في حالة اكتئاب كبيرة. أنا لسه حتى ما كملتش شهرين لوحدي، ولا عندي أولادي يشويلوني، ولا حد مالي علي حياتي. كنت بروح أقعد مع أمي كل يوم، بس مش هو ده اللي كان ناقصني. كنت محتاجة حد يكون في حياتي، حد أحكي له، يسمعني، يحسسني إني لسه عايشة. قررت أفتح الفيس، بس مش هينفع أستخدم حسابي الأساسي، كل قرابي وأهلي عليه. فعملت حساب جديد باسم مستعار، ودخلت جروبات تعارف، وكتبت إني محتاجة أتعرف على صديق محترم. لقيت ناس كتير بتبعت طلبات صداقة، رسايل، بس أغلبهم كانوا ناس ما ينفعش أكلمهم. لحد ما لقيت رسالة مختلفة، محترمة، كلامها كان داخل قلبي. الراجل اللي بعت الرسالة كان اسمه وائل، عنده 37 سنة، شكله كويس، وبيحكي إنه مهندس ولسه ما اتجوزش.
كلمني كلام كله احترام، كلام يطمن، كلام حسسني إن في حد شايف معاناتي. فكلمته واتعرفنا، وقلت له إني متجوزة لكن عايشة لوحدي علشان جوزي مسافر، وطلب يشوف صوري، ولما شافها ما كانش مصدق، وطلب فيديو يتأكد، وفعلا فتحنا فيديو واتكلمنا. ومن يومها بقى يبعتلي كل يوم، يصبح عليا، يهتم بيا، يسمعني، وكلامه كان بيرفعني فوق وبيخليني أحس إني بني آدمة حد شايفها ومهتم بيها. واتعودت عليه وبقى يومي ما يكملش من غيره. عدى وقت وإحنا بنتكلم كل يوم، وأكتر حاجة كانت بتعلقني بيه هو اهتمامه بيا وكلامه اللي كله حنية. وبعد فترة ابتدى يقولي إنه مش قادر يستوعب إزاي واحدة زيي جوزها يسيبها ويسافر ويعيش بعيد عنها بالشكل ده. ومع الوقت أنا كمان اتعلقت بيه زيادة عن اللزوم، وبقى وجوده في حياتي أساسي. وبعد شهرين من الكلام وائل قال لي إنه نفسه يشوفني. بصراحة خفت، لأن عمري ما قابلت حد من النت قبل كده، بس في نفس الوقت كنت محتاجة أشوفه، محتاجة أحس إنه موجود بجد. اتفقنا على يوم نتقابل فيه، وقلت له أنا اللي هجيلك عشان عايزة أبقى في مكان محدش يعرفني فيه. اتفقنا على حديقة كبيرة في القاهرة، وقبل ما أروح كنت فرحانة ومتوترة في نفس الوقت. رحت واتصلت بيه وقابلته. أول ما شفته الخوف قل، الكلام خدنا والوقت جري من غير ما نحس. ورجعت البيت يومها وأنا سعيدة، لأول مرة من شهور حاسة إن في حد مالي علي حياتي. وفي الناحية التانية جوزي ما بين يوم ويومين يمكن يكلمني، ومرة واحدة في الأسبوع نتكلم شوية صغيرين وخلاص. وفي يوم واحنا بنتكلم وائل قال لي: هو إيه اللي جبرك على العيشة دي؟ جوزك مسافر ومش موجود، هتفضلي كده لحد إمتى؟ كنت ساكتة مش عارفة رد. قال لي: ما تتطلقي منه. اتصدمت، اتطلق؟ وبعد الطلاق هتجوز مين؟ قال لي بمنتهى الوضوح: هتجوزك أنا. قلت له: انت تقبل تتجوز واحدة كانت متجوزة؟ قال: ما أنا بكلمك وبخرج معاكي وانتي متجوزة، يبقى ليه ما قبلش بعد الطلاق؟ كنت محتارة ومتلخبطة، مشاعري مش مفهومة. إحساسي ناحية عمرو شبه اختفى، وإحساسي ناحية وائل بيزيد كل يوم. وائل قال لي: اعملي مشاكل معاه واطلبي فلوس أكتر، خليه هو اللي يطلقك. فضلت أفكر، مش علشان الفلوس، لكن علشان أنا حقيقي ما بقتش حاسة إني متجوزة. لولا وائل كنت هكون في حالة أسوأ. بقالي 5 شهور مع وائل، وبقى هو كل حاجة في حياتي. هو اللي بيسمعني وبيهتم بيا ويفوقني من الوحدة اللي كنت هموت منها. وكان دايما يقولي: نفسي أعيش معاكي، نفسي نبقى مع بعض كل يوم. وفي مرة قال إنه عايز يقابلني في مكان مغلق، وقال إن في شقة صاحبه ممكن نقعد فيها ساعتين من غير خوف. أنا رفضت في الأول، لكن مع الوقت وضغطي النفسي وإحساسي إني محتاجة وجوده لقيت نفسي بوافق. بس اتفقت معاه على شروط، إن المكان يبقى آمن وإن مفيش حد غريب يدخل علينا. ورحت فعلا العنوان اللي قالهولي، قابلته وطلعنا شقة صاحبه، وصاحبه سلم وخرج وسابنا لوحدنا. وعدى الوقت وكان بالنسبة لي لحظة ضعف ومشاعر مضطربة، لحظة ما قدرتش أتحكم فيها، وده خلاني أرجع البيت مش فاهمة نفسي. رجعت البيت ورغم إني كنت متلخبطة، إلا إن كان جوايا إحساس قوي إني محتاجة وجود وائل، مشاعر جديدة ما عرفتهاش قبل كده. وبدأنا نقلل كلام النت، وبقينا محتاجين نشوف بعض أكتر. بقى وجوده بيريحني، يحسسني إني مش لوحدي. فكرنا كتير إزاي نقابل بعض من غير خوف، لحد ما وائل قال لي: أنا ممكن أأجر شقة في نفس العمارة عندك، ولو حد شافني يبقى طبيعي. وفعلا أجر الشقة،
وبقى يجيلي كل يومين أو 3، وساعات أنا اللي كنت بروح له. بقينا مع بعض بقوة، وهو عوضني عن غياب جوزي وخلاني أحس إني لسه عايشة. ومع الوقت أنا ما بقتش عايزة أكمل مع جوزي أساساً، نفسي أتطلق ونفسي أكمل حياتي مع وائل. دلوقتي أنا محتارة، هل أنا ظلمت جوزي ولا هو اللي ظلمني وسابني لوحدي بالشهور؟ هل الوحدة أعمل كده ولا أنا كان لازم أستحمل أكتر؟ أنا مش طالبة تجريح، أنا طالبة رأي حقيقي. عايزة أعرف أكمل حياتي إزاي وأقدر أتجوز وائل إزاي من غير ما أخسر كل حاجة. وأي حد عنده نصيحة يكتبها لي، وهقرأ التعليقات كلها بنفسي.